سبايدر مان بيتجنن، فقد السيطرة على نفسه بعد سنين من الألم والمعاناة والهجر التي جعلته يهيج طلبا للانتقام لإسالة دماء من أذوه. طب إيه اللي حصل وليه تحول لكده؟ في القصة دي بيتم انتزاع خطايا جرين جوبلين منه عن طريق السحر، خطاياه وجنونه، وده بيرجعه طيب تاني. الخطايا دي بتتحط جوه شريرة اسمها كوين جوبلين، وده بيخليها تتجنن، بتفتكر ان سبب شرها هو خطايا جرين جوبلين اللي جواها، فبتطلب من كريفن ذا هانتر انه يعمل طقوس معينة وينتزع الخطايا دي لعلها تجد الحرية. في مكان مظلم داخل مملكة كوين جوبلين يصدر صوت خافت قائلا: هناك طقوس لا يعرفها الكثيرون، تعيش الملكة مسمومة بخطايا رجل خطير. بتسأل الملكة في الهاوية المظلمة: ها، نجحت؟ حررتني منه؟ خلصتني من خطاياه؟ بيرفع كريفن الرمح الذي يحتوي الآن على الخطايا. نعم، خطيئة العفريت التحمت بسلاحي، امتزجت معه، أنت حرة. بتقوم تفحص نفسها ببشرتها الحمراء وملابسها الشريرة، بتحس ان في حاجة غلط، انها لا تشعر بالحرية. ربما ستكون حرة اخيرا عندما تجد هذه الخطايا طريقها الى المنزل، الى جسد نورمان اوزبورن. مع انتهاء الطقوس كريفن بيقعد يفكر كتير. كوين جوبلين بتبصله، عارفة بيفكر في ايه؟ بتقول لنفسها انه يشبه والده كثيرا لكنه ليس كذلك. كريفن بيمتعض، بيفتكر هل ممكن يكون زي ابوه، صياد يبحث عن فريسته فيموت في طريقه ويفقد كل شيء؟ مش ممكن يكون زي ابوه، مستحيل. تهمس الملكة العفريت في اذنه ان والده كان رجلا انانيا بغيضا، كان هناك مطاردة واحدة فقط يمكن ان تجعله كاملا، الصياد الاقوى والافضل، تشبه غريزته، ولكن ابوه اخذها لنفسه. هنا بتقرب منه بتكمل: انت قوي، أقوى من أبوك. إن كنت فعلا تريد إثبات جدارتك فلا تقتل سبايدر مان، اقتل عدو. بتفتح الملكة العفريت النعش لتكشف عن زي العفريت الأخضر ذا جرين جوبلين. بتقول لكريفن بأنه سيتفوق على أكبر عدو للعنكبوت، بس الأول لازم يرجعه، لازم يرد ليه خطاياه ثم يطارده ويقتله. ده مش بس هيحررني، ده هيحررك أنت كمان. اذهب الآن يا كريفن، طارده، اصطاده. في وقت لاحق من تلك الليلة بيتوقف بيتر عند المختبر بينما يتواصل نورمان عمله على محرك البلازما الكهربائي. نورمان بيقول لبيتر: كنت عارف انك جاي، كنت عارف انك مراقبني. بيتر بيجاوب: وانا برضو كنت عارف انك ستظل هنا يا نورمان، منشغل بابحاثك وتجاربك. نورمان يتراجع في كرسيه وهو يدور مرددا: لا أستطيع الاستمرار في فعل هذا. بيتر بيرد: فعل ماذا؟ نورمان بيجاوب: أنا عارف إنك خايف، خايف أرجع تاني، خايف أتجنن، بتدور على أي حاجة تحسسك إني بكذب أو بخدعك، وده حقك، أنا كنت مجرم، بس برضو لازم تعرف إني اتغيرت. ارتاح مني قليلا يا سبايدي، كده كده أي حاجة بعملها أنت بتبقى عارفها، فشيل العبء ده من على كتافك ودعني أثبت جدارتي. بيتر بيجاوب: أنا مش خايف منك، انا خايف عليك، مش عايزك ترجع تاني جوبلين المجنون المعذب، ده هيدمرك انت. تعرف ان كلما عملت معك اكثر، كلما تذكرت شيء مألوف، تذكرت نورمان أوزبورن الذي التقيت به لأول مرة، الشخص الذي عاملني مثل الابن، وأنا بدأت أعتقد أن هذا قد يكون أنت الحقيقي. في تلك اللحظة فجأة بيسمعوا صوت عالي جدا بيهز أرجاء المكان، بيتتبعوا انقطاع التيار الكهربائي. نورمان بينظر حوله وبيسأل: فقدان الطاقة؟ مش ممكن، انا زودت الامن بعد هجوم اوتو، انت عارف ده معناه ايه؟ بيتر بينظر حوله وبيجيب في حزم: نعم، هذا هجوم شخص أعلمه جيدا. بينقسم الاثنين للبحث عن أزيائهما، ولكن بينما يبحث نورمان عن زيو بيجد عشرات من الرماح بتقوم بتشريح زيو وقطعه إربا. وهنا يجلس كريفن ذا هانتر بجانب زيو ويخبره أنه خان مجده بتلك الشخصية الحمقاء التي يدعي أنها شخصيته الحقيقية. نورمان بيسأل: ماذا تفعل هنا؟ يلتقط كريفن رمحه ويخبره: أنا هنا لإحياء مجدك، لأجعلك كاملا مرة أخرى. سرعان ما يبدأ بيتر بالاندفاع إلى القاعة، وعندما يرى كلا من نورمان وكريفن يقفان هناك يدرك أنه قد يكون قد فات الأوان. هنا نورمان بيبصله وبيقول بأسى: أنا آسف، لقد حاولت. ويغلق الباب. بيصرخ بيتر بأعلى صوته ولكن لا أحد يجيب. بداخل الغرفة كريفن يحمل الرمح قائلا: أستطيع أن أحترم الرجل الذي يعترف بمصيره، من يعرف ما لا يمكن إيقافه، من يستسلم لقدره. نورمان بينظر إليه ويقول بحزن:
ربما، لكنني سأكون ملعونا إن لم أحاول القتال. بيأخذ عصاية ضخمة بجانبه وبكامل قوته بيضرب كريفن على وجهه. بيتراجع كريفن إلى الخلف والدماء تسيل من فمه مبتسما: ها قد ظهر صديقي الذي أعرفه، الآن دعه يخرج. بيبدأ الاثنين في الصراع، قتال مدوي بيهز أرجاء المكان. كريفن ينتصر، يوشك على غرز رمحي في نورمان لإرجاع خطاياه إليه، ولكن فجأة بنسمع همهمة منخفضة قادمة من الغرفة المجاورة. بينفجر الجدار مرة واحدة، وهنا بيظهر بيتر باركر بيشق طريقه في المكان، ومن خلال الضباب يستطيع بيتر رؤية كريفن وهو يحمل الرمح فوق جسد نورمان. يبدأ كريفن في دفع الرمح إلى الأسفل لإرجاع الخطايا إلى جرين جوبلين لتحويله مجددا إلى شخصيته الشريرة، لكن فجأة بيتر بيلقي بنفسه في الطريق. بيتلقى الضربة بدلا من نورمان، بيصرخ بأعلى صوته والرمح بيتغرس جواه. نورمان بيدرك ما حدث، بينظر إلى بيتر صارخا: لا لا لا، ما الذي فعلته؟ بيتقدم كريفن وهو يحدق في خوف، بيشاهد بعينيه كيف يموت العنكبوت ويولد من جديد. بيبدأ بيتر في تمزيق قناعه والصراخ. كريفن بيبصله، مع كل صرخة الرعب بيدب جواه. هنا بيدرك ان كل ما يستطيع فعله هو الاستماع الى غرائزه. لازم يجري بكل ما يستطيع من قوة. كريفن لم يعد الصياد، بينما يطلق بيتر ضحكة جنونية. في وقت لاحق يتراجع كريفن الى ملاذه الامن. يمكنه سماع الضحك في الجزء الخلفي من عقله. كان يعلم ان بيتر سيجده، كان يعلم انه سيحاول مطاردته وقتله. كل ذرة في جسده بتقوله يهرب، ولكن كبرياءه يمنعه. لا يستطيع الجري، إنه كريفن الصياد. سوف يواجه خطايا والده، سيواجه الجنون الذي أخذه. يرتدي كريفن ملابسه وينظر إلى مجموعة أسلحة متنوعة. هل كانوا دايما تقال كده؟ ليه مش عارف يختار؟ هو عارف السبب كويس. مش عايز يتقل نفسه أثناء قتال العنكبوت، مش عايز يتباطأ، لكن جسده يعرف أنه الفريسة. خارج الظلال يرتدي الزي الأسود القديم المألوف. بيتر باركر بيزحف للهجوم، بينزل على كريفن مرة واحدة، بيغرس فيه حقنة. كريفن بيتماسك بالعافية، حاسس ان دمه بيغلي جواه، عينه مشوشة. بينظر ببطء الى صورة غير واضحة لسبايدر مان اللي بيقوله في غضب: اهرب. ولكن كريفن بيتجاهله، بيتجاهل غرائزه، بيتشبث بكبريائه. انه كريفن الصياد، لن يهرب ابدا. بيقطع حبل افكاره بيتر باركر اللي بيسحق الابرة في ايده وبيصرخ: قلت لك اهرب. فجأة جسده بيخذله، بيجري غصب عنه، بيستدير كريفن وبيخرج من منزله. يلهث بشدة، لا يعلم أين يذهب. بيتخيل نفسه من الخوف أنه غزال مطارد من الأسد، إنه كريفن المطارد، كريفن المنكسر. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يشعر بها بالخوف. لقد رأى خوف كل حيوان قتله، رأى خوف كل فريسة اصطادها. إنه الآن يفكر مثلهم، فأر مطارد داخل متاهة لا يستطيع تحديد اتجاهه. يستغل خوفه وقلة حيلته ويختبئ بعيدا في المجاري. بطنه تؤلمه، جسده لا يقوى على الاحتمال. ولكن البرق يضرب مرة أخرى، صوت يزمجر من بعيد، وفي لحظة البرق بيكشف عن بيتر باركر يزحف نحوه قادما لقتله. يدرك كريفن الحقيقة، لا فائدة، سبايدر مان قوي جدا. بينقض بيتر عليه في غضب، بيخنقه بيديه ويضغط على حلقه مرددا في جنون: مش قادر اصدق اني كنت خايف منك قبل كده، مش قادر اصدق اني سبتك تفلت بجرائمك ايها المختل. لكل تلك السنوات أتجول وكأنك لم تدفنني حيا، كأنك لم تأخذ مكاني. لما تركتك؟ لما لم أقتلك؟ اللي مش فاهم الحتة دي، ففي قصة من القصص كريفن ذا هانتر دفن بيتر باركر حي. كريفن يكافح من أجل التنفس قائلا: أنا لست والدي، أنا لست والدي. ولكن بيتر يشدد قبضته على رقبته وهو بيجاوب: أنت قريب منه بما فيه الكفاية. ولكن بدل ما يسدد سبايدر مان الضربة الأخيرة لقتله، بيرمي كريفن ذا هانتر في عمق المجاري. مش عشان مش قادر عليه، كريفن عارف كويس أن الرجل العنكبوت بيلعب معه كالدمية، يريد أن يتلذذ بملاحقته، يطارده من فوق، يحاول إيذاؤه. بيسبح كريفن بشكل أعمق في الوحل والأوساخ حتى أصبح تحت المدينة، يزحف كالفأر المتجه للمصيدة، يفعل كل ما في وسعه للهروب. للحظة يتنفس كريفن، ينتظر قليلا، ولكنه يسمع صوت سبايدر مان مرددا: لقد قطعت مسافة كافية حتى يعمل المصل. هنا بيصرخ لسبايدر مان:
انا ما كنتش عايز ازرع فيك خطايا يا جوبلين. انت اللي ضحيت بنفسك، انت اللي قررت تمتص جنونه. في تلك اللحظة يستطيع كريفن سماع صوت انزلاق بعض الصخور خلفه، بينما تزحف عليه العشرات من حشرات الجريمس، حشرات متوحشة كان يطاردهم من قبل، حشرات تبرز انيابها وتقترب منه هامسة: هناك شيء رائحته لذيذة حلو المذاق. هنا سبايدر مان بيقول: كنت محتاجك تجري يا كريفن، كنت محتاجك تخاف عشان ريحة خوفك والفرمونات تشق طريقها عبر جسدك وتجذب أصدقائك إليك. تبدأ الحشرات في الهسهسة، يصرخون في غضب: إنه هو الذي ضربنا، كان يؤلمنا، كان يؤذينا، لا مزيد. تنطلق المخلوقات نحوه مسرعة مثل الفئران، تنقض عليه في غضب، بتعضه، بتاكل من لحمه، بيقاوم كريفن. دي المخلوقات التي كان يصطادها والده، التي كان يقتلها بمنتهى السهولة. أحضره سبايدر مان إلى هنا ليفشل حيث نجح والده، ليكسر عزيمته ويجعله يعرف أنه أقل وأضعف من والده. كل ذلك بينما سبايدر مان يراقبه وهو يقاتل بكامل قوته. في البداية كريفن كان قادر يتعامل معهم، كان قادر يقاومهم، قدر يقتل بعضهم ويدفع الكثير بعيدا عنهم، ولكن مع تراكم المزيد والمزيد منهم ابتدوا يحاوطوه ويتغلبوا عليه. لم يعد يستطيع المقاومة، خلاص أوشك على الاستسلام لمصيره. ولكن فجأة بيسمع صوت ضحكات بيتر باركر اللي بينزل مرة واحدة إلى الأسفل وبيبدأ يقاتل المخلوقات. ضربات متتالية يمينا ويسارا، يحطم رؤوسهم ويرميهم في كل اتجاه. كلما توجهوا نحوه كلما كان أشرس في هجماته، متعطشا لسفك دمائهم. بينتصر سبايدر مان، بيذكرهم من هو المخلوق الأقوى، بيبث الرعب فيهم بينما تهرب الحشرات جميعا إلى حجورها. هنا بيقترب سبايدر مان من كريفن اللي بالكاد على قيد الحياة، بيمسكوا بيتر باركر من سترته وبيسحبوا على الأرض كالفريسة، بيجروا ببطء وصوت ضحكاته تبث الرعب بداخله. هنا بيفقد كريفن وعيه، وفي وقت لاحق كريفن بيفتح عينيه، بيشعر بالمطر على وجهه، بيلاقي سبايدر مان واقف فوقه وجسده المشلول في حفرة ما. بيكتشف أخيرا الحقيقة، بينظر من القبر لرؤية بيتر باركر بيقذف إليه بندقيته قائلا: في حال كنت تريد أن تخلص نفسك من عذابك بدلا من أن تموت ببطء. بينظر كريفن إلى التابوت الذي يركض فيه بما تبقى من قوته: لا، لن أفعلها. هنا بيتر بيغلقه عليه بعنف. بيضحك بيتر بأعلى صوته في العاصفة قائلا: تبين أن هذا يوم جيد جدا. ويبدأ في دفن تابوت كريفن وهو حي بداخله. بيتم دفن كريفن حتى لا يتبقى شيء غير السواد. وتنتهي القصة على كده يا اخوانا. قول لي رأيك في الكومنتات، وكل عادة ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا، وبيس.